ازيك يا برو؟ ازيك؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. دلوقتي ده تاني فيديو في سلسلة التايبوجراف. زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ان انت تبدأ تشتغل على اشكال الحروف وتبدأ ان انت تكتب الحروف وتشتغل على فونت ستراكت. دلوقتي هنبدأ نشتغل على حاجات تانية وعلى قواعد تانية مختلفة. دلوقتي نبدأ نتكلم عن قواعد مختلفة. بعد ما بدأنا نكتب الحروف، احنا دلوقتي عايزين نكتب كلام ذات نفسه، نبدأ نتدرج. كنا بنكتب حروف، دلوقتي هنكتب كلمة كاملة. والكلمة، طب افرض لو الكلمة دي أنا ممكن ألفها، يعني ممكن أكتبها كده وفي نفس الوقت أنا ممكن أكتبها كده. ليه أنت الكلام اللي أنت بتقوله؟ هقول لك تعالى ننفذ بالراحة. هقول لك تعالى ننفذ إيه بالراحة. الكلام زي بالتالي كده، يعني مثلا انا عايز اكتب اسمي مثلا او اسم حد، فانا عايز اكتب مثلا نكتب اسم مين؟ وليد مثلا. ممكن نجرب، تعالى نجرب وليد. حلو. فادي كده الواو. حلو. بعد كده اللام شبه الالف لكن لا يعني. نبدأ نكتب مثلا حاجة زي كده اهو. حلو حلو. انا حلو حلو. انا ممكن اصلا اكملها كده. حلو حلو زي الفل. طب انا عايز اظبطها اكتر كمان. ممكن نقوم عامل كده وليد. حلو حلو قوي. وليد. جميل جميل جدا. هل انا ممكن اكتب وليد بالمنظر ده بس كده؟ لا، انا ممكن اعملها كمان ملفوفة. يعني ايه؟ يعني تعالى كده نكتب وليد. نكتب كده ايه؟ كده وليد مثلا كده. بعد كده ايه مثلا كده اهو. المنظر ده. حلو. اللي ايه ده؟ بعدين نبدأ مثلا ايه نعمل حاجة زي كده. مثلا كده. ايه ده؟ اقول لك وريد برضه، لكن هي ملفوفة بتلف بالمنظر ده كده. حلو. حسب اللغة. يعني انا لو بكتب انجليش هتلف كده، بكتب عربي. فدي مثلا دي مين؟ دي اللام. دي مين؟ دي يه. هل انا ممكن، طب هتقول لي طب انا ليه اعمل النقط بايدي؟ يا عم اقول لك يا عم انت اعملها كده مثلا. دي عشان مثلا تتقري. حلو. فبالتالي بقت كده اهي. بص بص وليد. حلو. فان انا مش بس ان انا ممكن اعملها زي ما هي كده، لا انا ممكن ايه اكتبها. وهل مثلا لازم في حاجة اسمها ان انت تعملها التسلسل الكلمة، ان انا ماشي على سلسلة واحدة، مش مثلا انا لو بكتب عربي فمن اليمين للشمال، انت لما تلفها لي من الشمال لليمين يعني من فوق لتحت كده، بالتالي ايه مش هينفع. ممكن ينفع بالانجلش جميل، لكن برضه هيبقى كده. هينفع يبقى كده، يعني مش هينفع من فوق لتحت، لا هيبقى تحت. جميل جميل. بعد كده ان انا زي يعني مثلا لو هنكتب مثلا محمد، وعايز بس اكرر الحته دي. انا لما اعملها كده. حلو. لما امشي كده مثلا ايه؟ مين ده؟ محمد. هل ده ينفع ان انا امشي من فوق لتحت كده بالمنظر ده؟
فبالتالي انا المفروض اعمل ايه؟ زي ما قلت لك احنا بنمشي من تحت، نمشي كده. طبعا كل ده ايه هيتمسح. هيبقى عامل ازاي؟ حلو اهو. بقى ايه؟ محمد اهي، ميم ح ميم د. حلو. هل انا ينفع امشي بالشكل ده؟ لا. فدي كانت قاعدة من القواعد ان انت لازم تشوف تسلسل. في حاجة اسمها تسلسل وفي حاجة اسمها تدوير. التدوير زي ما احنا شفنا التدوير. طب تسلسل الحروف يعني ايه؟ هل الحروف مثلا كلها آه مرتبطة؟ يعني مثلا هل الحروف كلها ماشية على انها متصلة؟ لا. فمثلا انا عايز اكتب، يا عم هكتب دودو، او هكتب آه عايز اسم كده ما يكونش متصل، ممكن داوود مثلا. جميل. جميل. فانا هعمل مثلا كده اهو. او لا صدق، انا عايز ايه حاجة اسم كده غريب بس ايه، سمعته عشان ده الواو ده الواو، عايزين حاجة. حلو كده. ونجيب دي كده برها. ده كده حلو قوي. كده نعمل برضو نفس كده ايه دودو. حلو. مديها شكل بقى جميل وتحس انها ممكن تبقى لوجو وبتاع، فعشان كده انا اخترتها. دي كده تسلسل صح. جميل. هل انا ممكن دي كده تسلسل حروف صح؟ هل انا ممكن معاه يعني مثلا هي ممكن عشان متشابهة اعكس، لكن هل مثلا ممكن اخليها كده؟ يعني مثلا اخلي كده المنظر ده كده كده، اخلي دي واو، دي واو. ايه؟ اقول لك اقرا لي دودو، اعملها ازاي؟ هتنفع. فبالتالي لازم يبقى انت عارف التسلسل بتاع الحروف وتدوير الحروف، ان انا عينيا بتقرا ازاي وترتيب قرايتي ليها ازاي. حلو. دي جميل. دي كانت قاعدة انت لازم تركز فيها. وكده يا برو اتعلمت كام خطوة، وفي فيديوهات زي ما احنا ماشيين ده